ليه نحن نعاين منظر زي ده؟ ليه عملنا شنو في الدنيا دي؟ ما كفايه بنسمع كلامك نشوفك كده ليه يا حنان؟ قال احنا مخور. انت بيقهرك منين؟ انت يقهرك القاهر يا يما. انت بيقهرك منين انت؟ ها؟ القدر عليك منو يقهرك انت؟ يقهروك كيف انت؟ فدي النموذج. بعدين بالقروش حنان دي يعملوا لها قفص، حديقة القحاتة اسمه، زيارة. شوف خالد سلك ما تربس نتفرج في خالد، يكون كل يوم قاعد كده بس يتمتم اليوم كله يتمتم. فالخط بتاعكم ده والله مكشوف، وانا حلفت بالله وقسمت ما بتكلم عن معلومة واصلاني ولا بطمن الناس بكلام الجيش اللي كنا بنسمعه مع بعض، ولكن في خلال الفترة اللي فاتت دي إذا الجيش ما طور آلياته الناس بتطور آلياتها. يعني الليلة مثلا أديك بشارة، الولد وحيد ده تعمل لكم شغل يا جيش بيتحت كده، شغل طبي، هتستلموا حاجات كده إن شاء الله هتفاجئكم، بس بعد ما تستلموا بكرة هتستلموا. وأنا سايق الفارات ده باتجاه وجايكم بكرة. وحيد ده تمشوا تفتشوا وحيد ده يا جيش. وحيد عندك الورق بتاع المعدات في المعبر بتاع رقين صح؟ المفروض المخلص ده بكرة يسلمك المعدات بتاعت الكاردينال حقت الرش. الدفعة الأولى دي هتغطي الولايات، فيها بعديها 3 دفعات. الحصل في التأخير يا أخواننا سيد المخلص شال الحاجات دي دخل المعمل للفحص، وما مفروض تخش المعمل للفحص، دي بتفحص في حتتها تعديها المعبر ده لأنها دي جاية لجهة حكومية، جاية لوزارة الصحة. فأخونا المخلص ده أخر المسألة دي. أخونا فوكس من عطبرة متابع، والمخلص ده كان قافل منه التلفون يومين، هسه فتح التلفون ورسل لنا البوليصة والأمور ماشية، متابعة وحيد ومتابعة فوكس. بكرة فوكس إن شاء الله يرفع لكم فيديو المعدات وصلت. في بورسودان هناك أخوكم تاركو سعد بابكر جاب الأدوية بتاعت الملاريا، أقرأ لكم البوليصة، حيمشي بكرة زول يستلمها. الفيديو حق الأدوية دي وصل، لازم أنا أنشره لكم الليلة دي، هم قالوا بيعملوا فيه مونتاج، فالليلة أو بكرة إن شاء الله بنزله لكم. الدواء ده حيغطي كل المعسكرات بتاعت القوات المسلحة، بعد الجيش وصرفته تنزلوا لهم إنزال، تدوا له الدعامة، وصلوا لهم، تودوا تهريب، أنا ما عندي شغلة، لكن حوري العالم كله إن الدواء ده وصل. البشارة الثانية إن شاء الله أكل وشراب الجيش